واه حاج سمير. ايه مان؟ ايه الاخبار؟ ايه من رايقه مان؟ ايه عامل؟ ها؟ روحوا عشان تروحوا المنظرات. تمام. روحوا هتلاقوا هناك مبروك يا حاج. مبروك يا حاج. مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حاج. تعشوا وتبسطوا هناك. واه طب امال ليه طب ما رايح الحج يا؟ لا رايح الحج. امال لقيت جريد اخضر يلفوا بيه وراك جايبين جريد ناشف؟ اي حاجه. باين على الحج نيتك انت باينه. الواحد بيبقى فرحان من قلبه. ده انا دابع عجلين. واه وعايزك تجيب لي كذا، تجيب لي 14 عربيه تمشي وراي. 14؟ ليه ما حتزف من جديد يا؟ وي امال ازاي الناس هتعرف ان انا رحت الحج؟ انت عايز تعرف الناس يعني؟ وي انا عايز بص الناس كلها تسمع. نزل لك خبر برضه على الصفحات اللي نازله دي بتاعت الفيسبوك. ما جبت العجلان والناس جات تتعشى. الناس كلها خلاص هتعرف. كل اللي ماخذ له صوره على السفره حينزلها. صح برضه معك حق. كل اللي ماخذ له صوره مع الحج حينزلها. برضه معك حق. صح. يعني انت عمال عامل دعايه انت امال ولا ايه ولا ده هتلاقي اللي في القاهره واللي في اسماعيليه والناس كلها سمعت. ومال ربنا يكرمنا ويكرمك ان شاء الله. ومال بس اهم حاجه خلي بالك الحج ده برضه مش ظهور بس يعني عشان تطلع الحج يعني والحج تبقى مقبوله منك تبقى مريح الحكاوي اللي معاك واصل. لا انا الحمد لله مريح نفسي ومريح الدنيا كلها وطالع بقلب صافي. لا ما باين عليك. طب انت مش لسه كانت معاكم عيطه مع عيال اختك على الارض انت؟ لا عيالك تدتهم مقرطين. مقرطين؟ مقرطين من 3 فدادين. وسامحيننا في الباقي قالوا احنا مسامحينك يا خالي. يعني هم كانوا مسامحينك؟ ايوه. يعني انا حكلهم عليهم. العيال قلوبها صافيه. والله العظيم النيه دي ما يعلم بها الا الله يعني خلي بالك يعني بس برضه انت لازم تريح نفسك قدام ما تروح عشان الموضوع مش ايه تروح الحج وخلاص يعني لو واحد مش هتكلمه لو واحد واكله لو الفلوس برضه لازم يكون مصدرها حلال مش يلا وخلاص وتفيض ولا انت رايح تعمل سيشن. يا ابوي انا مريح نفسي وكل حاجه باقي بس عقبه في حياتي. عقبة ايه؟ عصام موت عمي. ماله؟ حتة الارض اللي على اخلاف دي ورحت له عشان اصالحه ما رضيش يصالحني. ما ينفعش طبعا لازم يكون انت مصفي نيتك من الناس كلها. يا ابوي انا نيتي صافيه. طب حتة الارض انت مش واكلها عليه؟ يا ابوي مش موكلها عليه انا حروح ولما اجي بديها له. طب ماشي برضه ابعت لحد تاني عشان مش هينفع لازم تكون النفوس كلها مرضيه. يا ابوي انا بعت له ورحت له بنفسي. شوف لما تروح لولد عمك بنفسك. وانا اللي بيتهزل لي شناب. ودلك هيقولوا لي عاد بعد ما اجي الحج راح والحج جه وهتتفرج علي ولما اذبح العجول برضه بعد ما اجي واعمل لي ليله كبيره. والله انت خلي بالك انت موضوع العجول اللي هتذبحها ده ولا هي المناطق اللي هتعملها دي لو حسبتها وخلصت حق الناس اللي عليك احسن لك من الكلام ده عشان هو حق الناس هيخلص. يعني الناس دلك هتروح وين؟ ما حقك قاعده والناس هيقول لك حج مبرور وذنب مغفور. طب انت رايح وكلك لك ليك مش تخلص حالك الاول؟ هدعي لهم هناك ربنا يغفر لهم ذنوبهم. لا يا راجل اتلم يا راجل عيب وشوف لك حد ولد عمك ده خليه يلم الحديد ده واديه حقه عشان تروح مرتاح. ما انت لو رحت له هو بيسمع كلامك. طب يعني انت نيتك سالكه يعني لو رحت له وتكلمت معاه اول ما اجي على طول هتريحه بعدها ب6 شهور بس اريح نفسي من السفر. ليه امال 6 شهور امال هتولد واحد كي 6 شهور انا هنروح له هنشوف ميت الاول لو قال امين يبقى هنرن عليك وتجي وتقعد معاه. انت هتروح وهتخلص وهتقول لي امين ان شاء الله. طيب ماشي ما تنسناش ما تنسناش ولا نقول لك هجيب لك سبحه وزمزم زمزم كله هيقول لي يا حج زمزم يا بروح خلص لي الموضوع النهارده وترن علي لما نشوف الاول. اهم حاجه العربيات وتظبط لي الدنيا وعايز الناس كلها تعرف الحج راح الحجه. طيب ماشي روح يا حج روح. خبر يا راجل عكر لف عليك في البيت وفي الغيط وانت امال قاعد هنا ايه في مال ايه عامل جمعيه وحنقبضها بعد بكره. عامل جمعيه وحنقبضها بعد بكره. طب انا اجيك في طلب ومش عايزك تكسفني. لا ما نقدرش نكشفك يا حاج سمير ده انت مقامك عالي اكتر من السد العالي. الله يديك الصحه ويبعد عنك الكحه ويكفيك شر اولاد الحرام. ايه في يا ابو عمو انت ما عداش حد انا اللي جاي لك مش انت اللي جاي. لا ما انت مقامك عالي عندي يا حاج سمير برضه يا اخو. طب تمام دلوقتي
سعيد ولد عمك طالع الحج، وانا عارف ان هو جالك وانت رجعت. لا يروح الحج لا، عشان هو واكلني، واكل حقي، واكل ارضي لي 20 سنه، يديني حقي مش تبع الشرع. هو تبع الشرع يعني، بس يعني الكلام مش وقته دلوقتي يعني. احنا عايزين نصلحوكم مع بعضكم. لا يا عم سمير، لا يفتح الله، كان فيه وخلص يا ابوي يصلحوكم مع بعضكم. يعني هو يروح يلف في الكعبه ويعمل لي سيشن هناك ويتصور وهو واكل حقي وعايز يعمل له ركن من اركان الاسلام، حقي وين انا؟ والله انت كلامك صح انت، بس المشاكل دي ليها سنين، وانا كلمت في الحته دي والله برضه وقلت له يعني لازم تريح الناس. لا مش مسامح انا، مش مسامح، انا مش مسامح، نقولها لك وش، انا مش مسامح. وحيجيب له عربيات وزماره ويقعد في الناس يدعيها وتستناه قدام الباب ويشغل الدي جي لغايه ما يوصل للمطار، واول ما يرجع من المطار يكتب الحج سعيد وهو واكل حق الناس. لا والف لا يا سمير، والموضوع خلصان. طب خلاص، طب بالراحه بالراحه، ما انت عملت لي دخله دلوقتي فرحتني دلوقتي ايه فيها؟ الدخله حاجه من النتيجه سفر على الشمال، مش حيروح يحج يا حج. انا اللي يقول لي اللي عندي قلت اديني حقي امين، ما يدينيش حقي ماليش حج ومش هتتقبل. بس كان عايز يعمل ركن من اركان الاسلام. عاد القبول ده عاد حاجه بتاعت ربنا، ما قلناش حاجه، هنقولوا ليه؟ واكل نص الناس هو، واكل نص الناس واكل الميت وباطل وضلالي وكحات وضمير اسود، كل يعني راح يتوب نفسه هناك هو. ده انتم معبين قوم. السلام يا اخي على الناس يا اخي، من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. ده انت عايزينكم 10 سنين وانت تحج عشان تغسل ذنوبك. انا ما عملتش حاجه، هو اللي واكل الحق يا حج سمير، انا ما عملتش حاجه، انا راجل غلبان وفي حالي، هو اللي واكلني يعني، هو اللي مستقوى علي. يعني ما فيش حل؟ لا ولا تصطلحوا ولا اي حاجه. انا قلتها لك في اول ما جيت، مقامك اكبر من السد العالي، بس ما يروحش على حس، يخلصني يروح. خلاص يا ابوي، انا ما على الرسول الا البلاغ. انت بلغتني. طب توكل على الله. ماشي يا ابوي، توكل على الله، تجيك بعيد من دينك. اطلع يا حاج سمير، اطلع يا راجل، اطلع يا راجل، اطلع. كل ما تجيني يدك فاضيه هات لك كيلو سكر، باكو شاي، قزازه زيت، وزنه نضغه، يديني حقه ويروح يحج. ما ادانيش حقي خليه قاعد بس. وهنيا لك يا حاج ومكتوبه لك يا حاج. يا عامل يا حاج. الله يخليك، الله يبارك فيك. زين الحمد لله. ورد عمك مش راضي. طب اقعد بس اقعد. اقعد، ما لقيت لها حل انا. حلتها كيف؟ لقيت لها حل. قول لي مبروك يا حاج وهنيا لك يا حاج. ايوه حلين اللي لقيته، عزناه في حلين اللي لقيته انت. انا رحت لشيخ في الجامع وسالته قال لي طالما رحت لولد عمك وهو اللي مرضيش حجتك مقبوله. قلت ان ولد عمك مش عايز يكلمك. يقول في داهيه. ما قلتلاش انك واكله، واكل حقه. ما قلتلاش. قلت لك بعد ما رجع السهر. مال دي ومال دي، قلت للشيخ انك انت واكل حقه؟ لا. قلت للشيخ انك انت واكل بتاع الناس ونايم عليه؟ لا. لا. لما المليه قال لك روح الله سهل لك. قال له روح عشان انا رحت له البيت. وخيركم، قال لي خيركم من ابتدأ بالسلام. تمام، وانا خير عشان ابتديت بالسلام. طب ماشي يا عم الخير، يا من خير الناس، يا من خير الناس. ماشي. قلت للشيخ ان انت واكل حقه؟ لا. ما قلتلاش ليه؟ كان فاهمك ان ده غلط. كان قال لك ده صح ولا غلط؟ ما هو برضه حق بتاع الناس ده. يا ابني تقول لي مبروك يا حج. بتاع الناس اللي انت طالع بيه ده تحج. بره ما تريح الناس دي، عاكر تصرف، عايز لك حفلات، عايز لك دي جي، وعايز لك موسيقى، وعايز لك شيل، وعايز لك حط. لما تريح الناس، ما تدي حق الناس. طب ما الناس، وانت لما تدي حق الناس ده حاجه كبيره عند ربنا، ما هتخش الجنه. وحج بتاعك، ما تحجش بتاع حد، مش تحج بتاعك. احج بتاعي. حج بتاع الناس. خلاص حاضر. حاضر. عيال اختك. هو الموضوع ايه؟ هو موضوع لقطه، حتى الحج لقطه. هو موضوع لقطه، موضوع لقطه. ما تعبتونا يا ناس، ما تعبتونا. خلاص تعبتونا يا ناس، وطلعتوا مصارين ابونا. مبروك يا ناس. ايه ده؟